عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هعمل كرنب وفراخ بلدي. طبعا انا عاملة على القناة اكتر من مرة، ادخلوا وشوفوا. انا بس بوريكم ان جبت الكرنب اهوت ونضفته وغسلنا الخضرة. هنا الحلة طبعا على النار، نزلنا بالكرنب عشان نسلقه. اهو جبنا مصفى حطيناها في صينية كده وبنطلع عليها علشان خاطر المية الزيادة بتنزل في الطبق ما تفضلش فيه وتخليه يتهري. الورق بيبقى معاكي كده حلو ومقرمش وانت بتعمليه. طبعا انا هعمله بقى اهو، خليكم معايا يا حبايبي. هنا يا حبايبي وانا في السوق لقيت القوطة حلوة التلاتة ب10. جبت شوية عشان اصلصهم. طبعا برضو طريقة الصلصة خطوة بخطوة على القناة. ادخلوا شوفوها، سهلة وبسيطة. طول ما القوطة رخيصة هاتي واعمليها، هتنفعك في اي وقت. وهنا طبعا اهوت خدت الكمية اللي انا هعمل بيها المحشي. صرتها. طبعا الطماطم لما بنعمل بيها اي خضار بنصفيها، لكن المحشي الوحيد اللي بتعصريها وتحطيها على البصل على طول. كده هنخلص بقية الورق اللي بنسلقه ونعمل بقى الصلصة بتاعة المحشي. هنا جبنا الصينية كده يا حبايبي، هندلق كده عليها الورق عشان خاطر السخونية ما تعجنهوش معانا. شايفين مسلوق جميل ازاي؟ هنبدأ بقى نقطعه. خليكم معايا يا حبايبي قبل ما نقطعه. هنا يا حبايبي خلصنا سلق الكرنب. ده كده ورق خاص انا بحبه جدا. بيبقى طعمه جميل قوي زي ورق العنب، فانا بحبه قوي. هو ورق اللفت، فسلقناه كده وهنطلعه برضو في المصفى. بدأنا نعمل بقى الصلصة. حطينا البصل كده، نزلنا بمعلقتين زيت ومعلقتين زبدة. هنبدأ نقلب بقى فيها كده لغاية ما البصل يصفر. نحط بقى التوابل بتاعتها. التوابل بتاعت المحشي: معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة شطة لو حابة، معلقة طبعا كزبرة ناشفة. كل التوابل دي بتحطيها في البصل وتقلبي قبل ما تحطي الصلصة علشان بتدي للمحشي طعم حلو قوي. ومننساش الحاجة اللي بتخلي المحشي طعمه حلو قوي قوي: معلقة بن. معلقة البن دي بتودي المحشي في حتة تانية خالص، هيعجبك قوي ومش هتبطلي تعمليه. هنا يا حبيبي حطينا اهو التوابل: بابريكا وفلفل وكمون، وادي معلقة القهوة اللي قلتلكوا عليها. بتودي المحشي طبعا في طعم تاني خيال، طعمه تحفة. هنقلب بقى التوابل دي كده كلها ونروح نازلين بالطماطم بتاعتنا. هي كده انتم مفكرين ان هي اتحرقت؟ لا، هي ما اتحرقتش، بس التوابل هي ان شاء الله يعني طعمها بقى كده بيبقى جميل. جربيه بالتوابل والطريقه ديت هيعجبك قوي، هتحسي ان انت ما اكلتيش محشي قبل كده. هنغطيها بقى ونسيبها مع بعضها كده تتسبك قبل ما احنا نقطع الورق. وهنا بقى يا حبايبي هنبدأ نقطع الورق اهوت ونرصه كده في الطبق علشان خاطر نعمل التسبيكة ونبتدي نحشي. كده بقى خلاص. انا هعمل الحاجة ولما احشي بقى هوريكم الحلة بعد ما حشينا، لان انا عاملة الطريقة اكتر من مرة على القناة يا بنات، فعشان الوقت وما نضيعش انا قلت اوريكم كده. ودلوقتي انا نقع طبعا الفرخة البلدي اللي جبتها علشان خاطر نسويها مع المحشي. طبعا دلوقتي في الزمن ده اللي بيجيب فرخة يبقى ما يعرفوش بقى ان الواحد بقى تحويشة سنة عشان نجيب فرخة. دلوقتي محدش بقى عارف ياكل فراخ الا دلوقتي هياكلوها من السنة للسنة. الحمد لله الحمد لله. خليكم معايا يا حبايبي. هنا خلاص يا حبايبي اهو قطعنا الكرنب زي ما انا وريتكم من شويه كده. وادي ورق الخس الجميل، طعمه بيبقى بنات حلو قوي قوي ما شاء الله، جربوه. هو ورق اللفت ومفيد ومغذي. وهنا الكرنب قطعناه، وادي الخضره اهي بتاعتنا. الرز بقى نغسله ونقلب الرز على الصلصه. بصوا يا بنات، انا طلعت الحاجات دي من الكرنبه. طبعا انا بستغل كل حاجه ما برميهاش. عندي اللفت عاملاه جميل والميه بتاعته حمراء،
هاخد الحاجات دي اغسلها حلو واسقطها في اللفت، ويبقى مخلل ورق كرنب، طعمه بيبقى جميل زي القرنبيط بالظبط. يعني استغلي كل حاجه في الزمن ده وما ترميهاش، علشان خاطر كل حاجه غاليه. وطبعا ده مخلل انت عاملاه في البيت وحاجه نظيفه. دلوقتي يا حبايبي هنبدا ننزل بالرز اهو بعد ما غسلناه حلو قوي، وهننزل بالخضره وهنقلب كل ده كده، الرز على الخضره. وننزل بالصلصه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله. طبعا يا بنات اللي ما اشتركش في قناه ماما كريمه يشترك ويفرحها، لان الاشتراك بتاعكم واللايك بيسعدني جدا وبيرفع من القناه. كده يا حبايبي هننزل بالصلصه اهي معانا. الصلصه عامله جميله وريحتها تحفه ما شاء الله. هنفضل بقى نقلب كل ده كده على بعضه كده يا حبايبي. خلص اهوت. حطينا طبعا الفرخه البلدي تتسلق على النار، وهنا جهزنا اهو الخلطه بتاعت المحشي، وادي البتنجان والفلفل والكوسه غسلناهم حلو اهوت، وادي الحله حضرناها علشان ايه نحشي فيها. هنبدا بقى نحشي دلوقتي. طبعا هنعمل الاخضر ده يا بنات في الحله من تحت كده، هنرص كله. بصوا يا حبايبي كده بنحشي زي ما انا قلت لكم السطر الاخضر في قعر الحله، علشان ايه لو اتلسع ما يبقاش في الابيض، لان طبعا انتوا عارفين الاطفال كلها بتحب المحشي الابيض ما بتاكلش الاخضر، مع ان الاخضر صحي لان هو بيتعرض لاشعه الشمس. فدايما الاخضر انصح ان انتوا تاكلوه لاولادكم، لان هو اللي بيتعرض لاشعه الشمس. فهو الورق الاخضر هو اللي مفيد بصراحه. هحشي انا طبعا المحشي ده يا بنات والبتنجان، واما اسويه بقى اوريهولكوا بقى، خليكم معايا. خلصنا اهوت المحشي القمر دوت. عملنا حله هنا صغيره اهيت عشان احنا بنحب نسويه سخن وناكله سخن على طول. وعملت الحله اللي هسويها دلوقتي اهي. طبعا دي حله محشي مشكل. ادي الكرنب اهو جميل، وادي ورق الخس. طبعا ورق الخس احنا قلنا بيتعمل وبيبقى طعمه جميل جدا. وهنا الفلفل والكوسه والبتنجان اهو مستخبي. طبعا هسويها وهوريها لكم بقى بعد ما يستوي. حبايب قلبي بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يظهر لكم كل جديد، والقناه تكبر. انا مش شايفه فيه تفاعل خالص، علشان حبايبي اللي بيتفرجوا ما بيعملوش اشتراك ولا لايك. اللايك يا بنات بيرفع من الفيديو، فارجوكم ما تنسوش اللايك واشتركوا في قناه ماما كريمه متنوعه. يا حبايبي المحشي هو زي ما انتم شايفين ابو محمد بيغرفه اهو. انا عملت له طبعا فجأة جه من الشغل لان عامله له محشي والفراخ البلدي طبعا اللي قلت لكم عليها اهي، شايفين جمالها. ابو محمد طبعا ما بيحبش ياكل غير الفراخ البلدي، عشان كده فرح قوي لما لقاني عاملاها. اغرب بقى يا ابو محمد، امسك بقى بالحله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده، ايوه بص ما شاء الله الله اكبر. البخار مخلي الكاميرا ايه مش باينه خالص. ادي الكاميرا. ايه رايك يا ابو محمد؟ لا 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 تسلم. ايه ده؟ مش محشي لا. بص ايه ده؟ طبعا عجبه قوي. عجبني ايه؟ مش عارف يتكلم من الاكل. ايه رايك؟ ده عايز على طول ده ورا بعض. ايه ده؟ ها اللهم صل على النبي. شايفين تسلم ايدك. الصباع ما شاء الله، والمحشي تحفه بصراحه. والفراخ البلدي حلو بقى القرنبيط اللي انت عاملاه ده، مش ده قرنبيط؟ المخلل اللي انا عملته اهو، جميل. والليمون اللي انا عاملاه وكله. وطبعا الفرخه البلدي زي ما قلت لكم دلوقتي، يعني اللي يجيب فرخه بلدي يعني ما اقولكوش بقى في الزمن دوت. ايه رايكم؟
ايه رايك يا ابو محمد؟ لا تسلم ايدك، ربنا قطع يبارك. بقى كده وكل يلا يلا ربنا يبارك. يلا اقول لكم يا حبايبي بقى ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ابو محمد بالراحه ابو محمد هيخلص الاكل كله. صراحة بحب المحشي.